ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناه على راحتك. النهارده هنعمل مع بعض كيكه هشه جدا وكمان اخف من الناتي، وهنعملها بطريقه الحليب الساخن، وهنعملها بطريقه سهله جدا وسريعه وكمان بدون خلاط او مضرب كهرباء، وتطلع معانا مرتفعه. وكمان هنقول اسرار ايه الكيك اللي يطلع معاكي اللون بتاعه فاتح وكمان هش. نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه لو كنت اول مره تشوفي القناه بتاعتي، وتفعلي الجرس عشان يوصلك معايا كل الفيديوهات الجديده اللي انا بعملها اول باول. ويلا بينا نبدا في الوصفه بتاعتنا على طول. اول حاجه بجيب المضرب بتاعي اللي هو المضرب اليدوي، وبجيب بولة وببدأ اني انزل ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وعلى كل بضاية كيس واحد من الفانيليا. وهنستخدم المضرب اليدوي، وممكن كمان تستخدمي الخلاط لو متوفر عندك او حابة ان انت تستخدميه. بالمضرب اليدوي كده، وندمج البيضتين كده مع الفانيليا كويس جدا. مهم جدا نتبع الخطوات بالظبط عشان تطلع معاكي الكيكة زي ما شفتيها اول الفيديو. ضربناهم كويس جدا، وبعد كده هننزل هنا بالسكر. هننزل هنا بنص كوباية من السكر. حابة تزودي عن كده ممكن كوباية الا ربع من السكر، ومش هيكون اكتر من كده. عشان خاطر المكونات دي هنعملها على اصغر صينية من صينية الحوض التلاتة، هنعملها على اصغر صينية. حابة تعملي صينية اكبر بتضعفي المكونات. يبقى نزلنا ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة، ونزلنا مع بعض بالفانيليا، ونزلنا مع بعض بالنص كوباية من السكر، ونقلب كويس جدا لحد ما يندمج معايا بالطريقة دي، والسكر الحبوبات بتاعته تختفي معايا. هنوصل لدرجة اللون الابيض زي ما انت شايفة كده، وبعد كده بننزل بربع كوباية من الزيت، وهنقلب كويس جدا كده الزيت مع البيض والسكر بالطريقة دي برضو بالمضرب اليدوي لحد ما يندمجوا مع بعض خالص. وزي ما انت شايفة قوام البيض بيقولونه فاتح زي ما انت شايفة كده، وكمان القوام بتاعه تقل كده. بعد كده بالنسبة للمواد الجافة معايا كوباية واحدة بس من الدقيق، وهنخلها كويس جدا عشان خاطر تخلي الكيكة بتاعتي هشة. ما نزودش دي عن كده، هي كوبايه واحده بس من الدقيق. المكونات دي مظبوطه جدا، وهطلع معاكي كيكه مظبوطه من اول مره. معايا كيس من الكيك شيف او كيس من البيكنج باودر، هنضيف معلقه منه كبيره، مش هنضيفه كله زي ما انت شايفه. ضفت معلقه من الكيك شيف. واخر حاجه من المواد الجافه ذره بسيطه بس من الملح، بس كده. هنقلب المكونات دي كويس جدا مع بعض. هتحسي ان قوام الكيكه تقيل جدا عشان لسه ما ضفناش اللبن. مهم جدا نستمر كده في التقليب بالراحة لحد ما يندمج الدقيق كده مع البيض بالطريقة دي، ويديني الكتلة اللي انت شايفاها كده، كتلة تقيلة جدا. بس مهم ان الدقيق يختفي وما يكونش ظاهر معايا في العجينة. هنعمل هنا طريقة الحليب الساخن. هنجيب نص كوباية من اللبن، وهنغليها كويس جدا، وهننزل عليها بمعلقتين من السمنة او الزبدة على حسب المتوفر عندك. وهي وبتغلي بالطريقة دي هبدأ انزل بيها كده على الخليط. وما تخافيش خالص من الخطوة دي، هي اللي هتخلي معاكي الكيكة هشة جدا، وكأنك زي عاملاها كيكة اسفنجية. جربيها بجد، اخف كيكة ممكن تعمليها. وبعد كده هنقلب بالمضرب لحد ما نفك الكتل كده بسرعة. وطبعا التقليب بيكون في اتجاه واحد زي ما انت شايفة. القوام بتاع الكيكة الحليب السخن بتكون قوامها اخف من الكيكة العادية، فما تحاوليش انك تضيفي الدقيق، هي كده بتكون السمك بتاعها خفيف، وفي نفس الوقت هيطلع معاكي هش جدا ومظبوط. قلبت كويس جدا لحد ما اندمج اللبن كده مع الكتلة اللي انا كنت عاملاها بتاعة الكيك الاول. زي ما انت شايفة كده خفت جدا، وكمان عاملة زي فقاقيع كده صغيرة. كده خلاص جاهزة معايا. بجيب الاسباتيولا من تحت لفوق عشان اتأكد ان مفيش اي كتل من الكيك موجودة عندي، وده السمك اللي احنا محتاجينه. هنجيب اصغر صينية هندهنها بزيت او سمنة، ونبدرها بدقيق، وهننزل بكمية الكيك اللي حضرناها في الصينية. وفي الخطوة دي طبعا بكون مولعة الفرن قبلها لمدة ربع ساعة تسخن معايا، والكيك بيخش على نار هادية. وقعدت معايا نص ساعة، اخدت لون من تحت، وبعد كده اختبرتها طبعا بخلة وفتحت لها الشواية. بنعمل قبل ما ندخلها بس الفرن، بنعمل حركة الخلة اللي شفتيها دي من شوية عشان خاطر يتوزع السمك بتاع الكيكة، ما يكونش حتة منخفضة وحتة مرتفعة.
كده خلاص بعد ما طلعت معايا من الفرن هنسيبها بس جوه الفرن، هنطفي الفرن ونسيبها جواه عشان لو خرجناها على طول هتهبط معاكي، فبنطفي الفرن ونسيبها جوه الفرن لحد ما تهدى خالص، وبعد كده بنطلعها عشان تحافظ على السمك بتاعها، وهي خفيفة جدا. جربيها واعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة. اشوفكم في وصفة تانية. سلام يا بنات.